دابزه هنايا كاع المناطق دابز معاهم طوبيس الشيفور ما كاينش ساعه هو الطوبيس هنا واقف مضيماري وما كاينش الشيفور والناس كتسنى. الناس راه عيطوا للمقدم جا عيطوا للشيخ حتى هو جا حضر كيشوفوا صورة البلاد بحال هكا. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. حنا دابا راه في المانيا مطار ديال فرانكفورت، ان شاء الله متوجهين مدينه فاس. نتوما تبارك الله معنا الثلوجات، غنمشيو غنلقاو الدنيا عاوتاني شويه سخونه تمايا. انا تبارك الله الثلج حراقه ديال الالمان. يلا بيس بقاو معنا. السلام عليكم خوتي. المهم حنا دابا راه وصلنا للمطار ديال فاس، كيف ما كتشوفوا هو هذا اللي من موراي كيبان. المهم اللي زعما اول مره هبط في هذا المطار هذا، راه كاينين يعني الحلول ديال الطاكسيات اللي بغى يمشي في الطاكسي راه كاينين تمايا. كاين عاوتاني الحل الثاني هو الطوبيس، كما كتشوفوا هو الطوبيس دابا مورايا. هانتوما المطار هنايا، يعني الله يحسن العوان، كاين اللي ما عندوش ولا كاين اللي باغي يدير تجربه نتاع الحافله. هانتوما خوتي يعني 4 دراهم، 4 دراهم مغربيه اللي هي واحد 0.4 سنت ديال الاورو. يلا خوت بقاو معايا غنوريكم عشان المزيد. سمحوا لي قبل راه كنت كنصوركم بزاف د الفيديوهات ولكن ما كانش خدام عندي المايك، يعني كاع دوك لي فيديو مشاو تقولبنا فيهم. هانتوما خوتي كما كتشوفوا هذا هو الطوبيس هنايا، اللي بغى يجي راه يجي لهنا يركب. المهم الطوبيس راه مدقدق شويه ولكن قاضي الغرض. وكيف ما كتشوفوا مطار روق امامنا، مطار فاس 6. وانتو كتجيو نتوما كتخرجوا من تما كتجي ديريكت كتلقى الطوبيس هنايا ساهله. خوت دابا راه لقينا الجو في هنايا صراحه بارد شويه، ماشي كنت عواله قلت انا غادي نجي غنلقى الصهد، حيت حنايا في البلاد في المانيا خلينا الثلج تبارك الله، الدنيا بيضه بالثلج. وكما كتشوفوا جينا لهنايا الجو مضبب شويه. الحمد لله صراحه الله الجو زوين، انا كيعجبني هذا الجو هذا مرتاح، الجو معتدل، ماشي سخون وماشي بارد، يعني كترتاح يعني كتمشى وانت مرتاح. المهم راه باقا تابعنا الطريق، مازال نوريكم الطريق ان شاء الله، راه باقا نشدوا الطريق حتى لبنيمله ان شاء الله. يعني غادي نشوفوا نحاولوا نمشيو لاكار ونحاولوا نشوفوا شي طاكسي، الا مشي دينا نيشان لبنيمله غنمشيو، سينو غادي نشوفوا شي طاكسي يدينا لخنيفره، وعاوتاني نعاودوا نشوفوا شي طاكسي اخر يدينا من خنيفره لبنيمله ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، نمشيو ندوزو السيمانه ان شاء الله مع جدي وجداتي الله يخليهم لينا. هادشي اللي كاين الخوت، يلا بقاو معنا. دابا هاد البلان وقع علام، دابا واحد خوتنا جاو لهنايا واش كاينين الطاكسيات كيبغيو تيهزوا البلايص. واحد السيد هو والمدام ديالو كانوا طلبوا شي ان درايف باش يجي عندهم باش يديهم. ايوا فاش جا داك السيد ديال ان درايف، دوك مالين الطاكسيات ما خلاوش السيد يطلع مع داك ان درايف، ما خلاوش والو، صافي صدقات مدابزه هنايا، والله ما خلاو صدق داك مول ان درايف صدق مشى بحالو. ايوا دابا راه السيد راه كاع المناطق دابز معاهم. اي والله ديما خلق هادشي اللي كاين، طلبوا من الله دير الله الخير. حنا دابا كنتسناو الشيفور يجي ديال الطوبيس مازال ما جاش، وحنا بغينا نديرو تجربه فينا ما نمشيو في الطاكسي، ولكن الصراحه الله بغينا نمشيو في الطوبيس. 4 دراهم مزيانه يوصلك ان شاء الله كاع من تجربه من كلشي. دابا شنو غيوقع الخوت؟ دابا الطوبيس الشيفور ما كاينش، ساعه هو الطوبيس هنا واقف مضيماري وما كاينش الشيفور والناس كتسنى.
دابا راه الناس راه عيطوا للمقدم، جا عيطوا للشيخ حتى هو جا حضر وصور داكشي كامل اللي وقع هنايا، يعني باش السيد ياخذ الجزاء ديالو. نتمناو حيت الصراحه الله كيشوفوا صورة البلاد بحال هكا. دابا كاين معنا اجانب صراحه حتى هما كيتسناو الطوبيس وباغيين يركبوا، يعني كيصو كيوسخوا الصوره ديال البلاد. هذا هو المشكل. طلبوا من الله الهدايه وصافي. نتمنى بنادم يخدم بواحد الواقعيه وواحد الجديه. ايوا ان شاء الله خير. خوت حنا دابا ركبنا في الطوبيس، يلاه جا الشافور. المهم الشافور كيقطع لك التيكي بلا تيكي، يعني كتخلصوا تتخلصوا ما كيعطيكش الورقه. شوف يسير الطوبيس ديالي غريبه والله. قالك يسير عنده التيكي وقالك يسير ماشي مشكل. ياك ما تخاف ما والو، قالك انا هو مول الطوبيس. ايوا هادشي اللي كاين الخوت. دابا راه عندنا واحد الساعه ديال الطريق باش نمشيو لاكار ان شاء الله، باش نشوفوا الطاكسيات اللي غيديونا ان شاء الله. هادشي اللي كاين. يلا بيس. السلام عليكم. دابا خوتي حنا جينا للطاكسيات نشوفوا الطاكسيات اللي يديونا ان شاء الله. السلام عليكم. خويا شي بلاصه بني ملال كاينين البلايص هنايا؟ بني ملال الطاكسيات اللي كيمشيو لبني ملال هنايا بني ملال لا ما كاينينش. بني ملال ما كايناش هنايا. لا ماشي من شنو خنيفره؟ الاطلس. خنيفره كاينه طاكسي من الاطلس من تما من الاطلس هنا من الاطلس. صافي فهمتك. بني ملال من الاطلس. الاطلس صافي الله يرحم والديك. حمراء من الهيد صافي واخا شكرا. من الهيد صافي واخا شكرا اخويا. كيما شفتوا دابا الخوت راه جينا لهنايا، راه قال لك خاصنا ناخذوا الطاكسيات من جهه اخرى، من جهه الاطلس. وحنا نمشيو نشوفوا دابا داك نشدوا شي طاكسي صغيره دينا الاطلس باش نشوفوا ديك الساعات. يلا بعدا راه هما غاديين كيقادوا بعدا الاشغال دابا ديال الحساب. دابا المشكل اللي بداو كيديروا فيها الناس بداو فيها الاشغال بداو في خطره فهمتي. الناس تفهم شارع بشارع. داكشي اللي شفت بعدا داك الشارع الرئيسي كله اشغال، كله ما تلقى حتى شي بلاصه. بزاف طريق السفرو وعندك هادشي هذا هو الشارع ديال احمد شوقي حتى هو حتى هو الاشغال. شارع بوحدين طالع لفوق السعاده كان فيه الاشغال. حيت دابا المشكله ما بقاش الوقت، داكشي علاش دابا بحال بالسيف عليهم خاصهم يديروا داكشي ضربه واحده. دابا الوقت ما كاينش. صافي دابا حنا قطعنا الخنيفره، نعاودو نمشيو للخنيفره ان شاء الله، نشدو المركوب من الخنيفره بدني بلاد. ما كاينش المركوب ديريكت، المركوب نيشان ما كاينش، يعني كاين غير الخنيفره تعاود تشرفي تمشي عاوتاني بني بلاد. المهم دايز عواس. احنا دابا راه وصلنا للمحطه ديال الخنيفره. دابا راه تنسناو البلايص يعمروا باش نشدوا الطريق ان شاء الله لبني ملال. باقا تابعنا غير باش نوصلوا لبني ملال، باقا تابعنا تقريبا 2 سوايع ونص حتى 3 السوايع تقريبا، نقولوا تقريبا 2 سوايع ونص باش نوصلوا ان شاء الله لبني ملال. البارح خرجنا من 2 ديال الصباح وحنا خارجين شدينا طريق المطار. هي راه ما خرجتش من فرانكفورت حتى نورمال كتخرج مع 6، خرجت حتى 7. ما وصلنا لفاس حتى 10 الصباح. صافي مشينا فطرنا شويه وشدينا الطاكسي ديال الخنيفره. دابا 5 العشيه دابا، يعني دابا تنتسناو البلايص يتجمعوا، ما عرفتش امتى غيتجمعوا فوقاش. المهم نقول تقريبا واحد ديك 5:30 دابا، نقولوا نخرجوا 5:30 ديك 8 عاد تقريبا نوصلوا 8 ولا 8:30 عاد نوصلوا ان شاء الله. هادشي اللي كاين اخوتي. يلا الجو راه شي شويه بارد
يعني مضبطين، كاين الضبابه كما كتشوفوا، ولا كاين الطاكسيات اخوت اللي كيدوا منين لا كيدوا المكناس، يعني كل واحد وفين باغي يمشي. هادشي اللي كاين اخوت. اخيرا وصلنا لمدينه بني ملال بعد عناء طويل من السفر. المهم خوتي اليوم ما صورتش بزاف ديال الحوايج، يعني داكشي كامل كان ديال السفر. المهم بقاو معنا خوتي، غدا ان شاء الله غادي تشوف واحد المفاجاه جديده، وما تنساوش تخلونا في الكومنتيرات قولوا لنا شنو هي الوجهه اللي غدا ان شاء الله غادي نتوجهوا ليها، خليوها لها في الكومنتيرات. يلا بيس.